السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم مرحبا بكم البنات على القناه ديالي دينا نور بلادي. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش لي لايك واشتركوا معايا الى عجبكم الوصفه اللي غادي نشاركها معكم. ووصفة سهلة البنات باش ينجح معاكم السفنج كيجي غزال غزال بزاف وما كياخدش الزيت كما كتشوفوه. طريقة سهلة. المهم غادي تتبعوا معايا الطريقة وتشوفوا الوصفة كيفاش كيجي. المهم خليكم معايا في لا فيديو وغادي تشوفوا الوصفة كيفاش غيجي السفنج زوين بزاف و نشارك معكم إن شاء الله الطريقة وسهلة الطريقة وباش تنجح معاكم تبعوا معايا غير الوصفة كيفاش غادي نعمل ليها. مهم كل شيء على الخدمة كيفاش غادي تخدموها هي اللي مهمة. بسم الله على بركة الله نبدأ معكم الوصفة. عندي كيلو ديال الطحين، مهم أنا كنشريه من ألدي، وهنايا شوية د الملحة، معلقة كبيرة ديال السكر كما كتشوفوا، معلقة كبيرة. وهنايا الخميرة الحلويات غادي نعمل غير معلقة صغيرة وصافي. وهنايا الخميرة ديال الخبز، المهم غادي نعملها كاملة الخميرة ديال الخبز، وملعقة كبيرة ديال الخل، المهم ملعقة كبيرة ديال الخل. صافي غادي نبدا معكم الطريقة. مهم راه قلت لكم الخدمة باش كيفاش تخدموها هي اللي مهمة في العجينة. المهم غادي نضيف الطحين وغادي نضيف الملحة والسكر والخميرة العجين. المهم غادي نعملهم انا كلشي كنجمعهم بهذه الطريقة. المهم كتشوفوا انا قلت لكم الخدمه كيفاش تخدموها هي اللي مهمه، هي اللي باش تنجح معكم السفنج. المهم الطريقه سهله. هنا الخميره الحلويات غادي نعمل غير ملعقه صغيره وصافي. المهم نص ديالها، حنا فيها 15 غرام ديال المغرب فيها 7 غرام، المهم وحده ديال المغرب. صافي غادي نضيف الماء دافئ، المهم غادي نعجنها شوية هكا. المهم نضيف الماء، الماء تدريجيا نحصل واحد العجين مهم كيتلصق معايا في اليدين. وغادي نضيف هنايا كما كتشوفوا ملعقة كبيرة ديال الخل، هي اللي كتعطي له واحد باش كيجي هكا مفشش، كيجي غزال بزاف، كيجي منفخ. المهم الخل كيجي زوين بزاف. صافي غادي نبقى نضيف الماء تدريجيا كما كتشوفوا، وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدمها السفنج. المهم البنات المبتدئات اللي ما كينجحش ليهم السفنج غادي تتبعوا معايا غير هاد الطريقه وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش نخدمها. المهم هذه هي الطريقه، بحال كتضربوها مع العجين، بحال كتضربوها هكا. هذيك هي الطريقه اللي كتجي لكم السفنج زوين بزاف. المهم انا كنعجنها معكم كيفاش كتشوفوا. الا بغيتوا تعملوها في العجين عملوها في الماكينه العجين. انا عملتها باليد، طريقه سهله فيها شويه د الخدمه، كتصبروا ليها شويه، ولكن هذه هي الطريقه اللي كتخدموها باش تجيكم السفنج زوين بزاف. علاش واحد ما يعملها في الدار كيعرف شنو عمل فيها. والوليدات كتعرفوا الوليدات كيعجبهم السفنج هكا ملي كيجلسوا في السبت والحد وتعملوها لراساتكم، علاش لا؟ ماشي ضروري نشريوها، نعملوها لراساتنا. المهم راه ما خداش معايا بزاف الوقت، كيفاش غير كضربوها كيجي العجين كما كتشوفوا مازال كيلصق في اليد. صافي دهنتها هكا بالزيت وغادي نعملها البلاستيكه الغذائي وغادي نخليها يخمر على حساب الجو كيفاش عندكم. انا غادي نعمل عليها واحد سربيته هكا ونعمل عليها واحد الغطاء باش سخونه شويه باش دغيا يخمر ليا. المهم طريقه سهله. المهم كما كتشوفوا خمر ليا. دابا غادي نحيد له الهواء، كما غادي تشوفوا غادي نحيد له الهواء وغادي نخليه يخمر مرة تانية. المهم غادي ندهنو هكا شويه بالزيت وغادي نحيد له الهواء كامل. ومن بعد غادي نخليه بحال غنضربو هكا غير شويه، بحال كتعاودوا له بحال كتضربو هكا غير شويه. صافي وغادي تخليوه يخمر مرة تانية.
باش كيجيكم شوفوا كيفاش كتجي العجينة كتجي غزالة، غزالة بزاف. صافي دابا خمر ليا المرة التانية، خمر ليا المرة التانية. المهم كنتمنى نكون كنشرح لكم مزيان. صافي خديت واحد الصينية هاكا باش يجيكم ساهل مي غادي تقليوه باش ما لأن المبتدئات اللي يجيهم صعيب، صعيب بزاف. غادي نعملهم هاكا كويرات صغار، نتوما المقياس ديالكم اللي بغيتو. أنا عملتهم شوية كبار، غادي نقص منهم، كنعملهم غير صغيورين هكا وصافي. ومن بعد عاد غادي نحط المقله، ما غاديش نخليه يخمر، صافي على ما نحط المقالي وغادي نخلي الزيت يسخن وغادي نقليهم. بهذه الطريقه كيجي لي ساهل السفنج وما غاديش تعكزوا عليه. المهم كنعملهم هكا كويرات صغار. المهم كما كتشوفوا العجينه كتجي غزاله، غزاله ساهله. غير قلت لكم كياخذ لكم غير شويه يكون عندكم شويه الجهد. ملي كتضربوها في الأول هذيك هي اللي كيكون شوية المهم يعني يكون عندكم شوية د الجهد هكا وصافي. هنايا درت 2 مقالي، واحد المقلة عملت فيها غير شوية د الزيت، وواحد المقلة عملت فيها بزاف شوية بزاف الزيت هكا تكون شوية عامرة. كما كتشوفوا ها هما حطيتهم، غادي نحطهم قدامي وغادي نعمل نحط كلشي قدامي باش يكون ساهل. درت واحد الطبسيل درت فيه 2 فرشيطات وواحد المعلقة، ودرت واحد باش نبقى نحط فيهم. المهم هاد الطريقة غادي نخشي هكا صبعي وغادي نجبدو هكا كما كتشوفوا. المهم في الصورة كلشي واضح. غادي نحطها في المقلة. المهم النار ماشي مهيلة، ماشي مجهدة، كتكون متوسطة شوية باش ما يتحرقش ليكم دغيا. وغادي نحطها في المقيلة اللي فيها الزيت شوية. ومن بعد غادي تشوفوا معايا الطريقة. غادي ناخدها المقلة الأخرى، ما غاديش نقلبها، غادي ناخدها هكاك غير تقبط راساتها. صافي غادي ناخدها المقلة الأخرى. صافي وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي هاكا ما غاديش نقلبها. غادي نبقى نرمي عليها الزيت كما كتشوفوا. شوفوا كيفاش كيتنفخ ليا. لان ملي قلت لكم هذاك ملي كنتو كتضربوه هكا العجينه كتجي غزاله، غزاله وكتخليوه يخمر. ملي كيخمر راه كتجي العجينه السفنج زوين، زوين، زوين بزاف. المهم المبتدئات علاش ما تعملوهاش هكا في داركم وما كياخدش الزيت. انا هادوك الزيت اللي عملت دابا هما اللي باقيين بقاو ليا ما خداش ليا كاع الزيت كما كتشوفوا. وطريقه سهله سهله علاش ما نعملهمش هكا في الدار وحاجه نقيه كما كنقول لكم. واحد علاش مرة يعمل حاجة زوينة لوليداتو. كتعرفوا الوليدات كيعجبهم هكا ملي كيجلسوا هكا السبت والحاد ولا. المهم كما كتشوفوا كيجي زوين، زوين ومنفخ ومهوي. كيجي غزال هاد السفنج. المهم هذه هي الطريقة، أنا كنوري لكم. شوفوا العجينة كيفاش جات وكنجبدها هكا. المهم الطريقة ساهلة. المهم كنحطها في الزيت باش غير يقبط راسو، عاد كناخدو المقيلة الأخرى. المهم قلت نشاركها معكم هكا السفنج. كلشي كنتعلموا واحد كيستافد من واحد. شوفوا العجينة كيفاش كتجي هكا فيها بحال فكاعات هكا غزالة، غزالة. المهم انا هي الطريقه اللي كنوريكم. المهم كنوضح لكم الصوره باش تعرفوا الطريقه. ملي كتعملوها هكا كويرات صغار كيجيكم ساهل حتى كتهزوها. المهم غير كيقبط راسو كتهزها المقله الاخرى وكنرمي عليها الزيت كما كتشوفوا. راه كنقرب لكم هكا فيديو وكنرمي عليها الزيت وكيشوفوا كيفاش كيتنفخ. راه كيجي زوين، زوين بزاف. المهم الطريقه سهله. المهم كنتمنى يكون عجبكم الطريقه وكون شرحت لكم مزيان كيفاش كنعملوا السفنج. المهم جا زوين، زوين بزاف كيحماقوا عليه هكا الوليدات. وانا ما بغيت نعمل له لا شكلاط لا حتى حاجه، كل واحد يعمل في الطبسي ديالو. وليداتي كيعجبهم هكا عليه السكر. كل واحد يعمل في الطبسي ديالو. شي مرات كاين كيعجبوه هكاك، انا كيعجبني شي مرات هكاك. المهم كيجي غزال، غزال في التصوير ما كيعطيش حقه كما كتشوفوا، ولكن كيجي مقرمل وغزال بزاف. المهم كنوريكم كيفاش كيجي من الداخل. المهم كنتمناه تجربوه
وشجعوني في التعليقات ديالكم، و إلا عجبكم فيديو بارطاجيوه مع صحابكم، وكنتمنى تجربوه، وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. المهم كيجي غزال غزال، جربوه ما تندموش عليه، شوفوا كيفاش كيجي. المهم بسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. عيني على عينك زي شهد نجوم القمر، يدي على خدك زي نشف امواج البحر، اجي تهويني اجي على العمار، رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع عنها، عيني على عينك زي شهد نجوم القمر،